السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. في السلسلة دي اخترت كتاب المعاصر لأنه كتاب أكاديمي وبيشرح بشكل كويس، اللي بيشرح الكلمات والجرامر وكل شيء خاصة باللغة الإنجليزية. طبعا في السلسلة دي هنتكلم عن أو مخصصة للصف الخامس الابتدائي Primary 5 منهج كونكت. طبعا هيكون في شرح للكلمات وشرح للجرامر من الكتاب ونحل عليها الأسئلة. فلو في أي نقطة صعبة مش قادرين نفهمها أو لسه ما استوفتش حقها في الشرح، سيبوها لي في التعليقات علشان نقدر نشرحها تاني في فيديو تاني منفصل إن شاء الله. ويلا بينا على شرح الدرس النهاردة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض في الجزء الثاني من يونت 7 lesson 2 part 2، يعني الدرس الثاني من الدرس الثاني او الجزء الثاني من الدرس الثاني. طبعا احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت او في الدرس السابع عن الباست سيمبل الماضي البسيط، وقلنا استخدامه وشكله وهكذا. هنكمل مع بعض الاستخدام usage، الاستخدام امتى استخدم الكلمات دي came و ate وهكذا، اللي هو الماضي البسيط بتاعنا. اول حاجة لو انا بتكلم عن حاجة خلصت في الماضي، I visited her house when I was 5. انا زرت بيتها لما كان عندي 5 سنين. حاجة خلصت في الماضي. طبعا حاجة تانية، we went to my aunt's house at the beach every summer. انا كنت بعمل حاجة في الماضي مرات عديدة وخلصت خلاص في الماضي، ما بعملهاش دلوقتي. احنا رحنا لمنزل عمتي او خالتي at the beach في الشاطئ every summer كل صيف، يعني دي كانت حاجة بتحصل في الماضي. طبعا حاجة تانية، he loved living in his grandmother's apartment as a child. هو كان بيحب ان هو يعيش في بيت جدته او شقة جدته لما كان صغير. طبعا ده كله بنتكلم على حاجة كانت في الماضي. طبعا وفي عندنا العبارات اللي هي كلمة ago، زي ما احنا عارفين ان ago دي key word، يعني كلمة دالة على الباست سيمبل الماضي البسيط، يعني اول ما الاقيها لازم الفعل يكون في الماضي. I met her انا قابلتها in زقازيق في الزقازيق 2 years ago من سنتين فاتوا. تعالوا نشوف مع بعض الأسئلة دي ونحلها مع بعض. أول جملة هنا read and write the correct form of the words، يعني أنا هصحح الكلمة اللي عندي دي. تعالوا نشوف مع بعض إزاي نصحح مع بعض. أول حاجة they visit the museum last month. عندي كلمة last يعني اللي فائت، فلازم الفعل عندي اللي هو بين قوسين ده يكون في الماضي. ينفع أقول هم يزوروا المتحف الشهر اللي فات؟ طبعا احنا بنترجم كلمة كلمة وجملة جملة وزي ما احنا ماشيين. طبعا ما ينفعش يزور، امال لازم يبقى لازم احولها للماضي. احولها للماضي ازاي؟ ان انا هقول visited، هحط لها ed. ليه هنحط ed؟ لان ده فعل عادي منتظم، فان انا العادي الافعال عشان احول الفعل في الماضي بحط ed. طيب الجملة التانية we eat fish yesterday. احنا بناكل سمك امبارح. طبعا yesterday فانا محتاج اكتب ate يعني اكلنا. he don't meet his uncle last week. عندي في كلمة last، وعشان انفي مش بقول don't، بقول didn't. تمام. نفي لما اجي انفي كلمة او فعل في الماضي بحط didn't قبلها. didn't meet. number 4 I study English yesterday. yesterday في الماضي، هنا study اخرها واي. طبعا اخرها واي ببص للحرف اللي قبلها، ده حرف الدي. هو حرف الدي واحد من الخمسة. ايه هم الحروف الخمسة؟ نراجعهم مع بعض. A E I O U. طب هنا حرف الدي مش واحد منهم، يبقى هشيل الواي واحط I E D. ليه؟ علشان عندي كلمة yesterday. طيب رقم 5 Dad didn't bought a new car. didn't في الماضي منفية، بنفي الماضي، فلازم بعدها infinitive. يعني ايه infinitive؟ يعني الفعل زي ما هو buy. number 6 she go to the park last Friday. طبعا هي راحت، عشان هنا في كلمة last هتبقى went. رقم 7 I don't have a pen yesterday. yesterday فطبعا محتاج didn't.
اول ما الاقي yesterday او كلمة من الكلمات الماضي يبقى احط didn't طالما هنفي الجملة. I helped my mom yesterday يبقى I helped dad not come early last night. عندي كلمة not، فكلمة not يبقى معناها ان انا هنفي. طب النفي في الماضي متعودين ان احنا بنكتب didn't وبعدها الفعل زي ما هو come بتبقى come زي ما هي. رقم 10 they don't catch the bus last Sunday. طبعا don't بتبقى في الماضي didn't. ليه؟ علشان عندي كلمة last. رقم 11 زاهر meets his friend at the club last night. عندي كلمة last night يبقى أنا عايز الماضي من meet اللي هي met. نهى didn't going to school yesterday. قلنا didn't بعدها infinitive. يعني ايه infinitive؟ الفعل زي ما هو، يبقى الفعل زي ما هو going أصله مين؟ go. اللي بعده in the past they uses papyrus for writing. طبعا في الماضي they used. when I was 6 لما كان عندي 6 سنين I أسوان. أنا عملت إيه في أسوان؟ يزور ولا أنا زرت؟ يبقى أنا زرت، يبقى أنا هحط إيه للفعل؟ ed. طيب my dad came home يعني بابا جه البيت 2 hours من ساعتين فاتوا اللي هي كلمة ago. ago بيجي قبلها وقت 2 hours 3 months وهكذا يكون معاها ago. لكن last بيجي بعدها كلمة last week last month وهكذا. شوف معانا الاكسرسايز بتاعنا على الليسن 2. طبعا الليسن زي ما قلنا هيكون ان شاء الله في شغل معانا نتابع فيه ان شاء الله. السؤال الثاني choose the correct answer from A B or C or D. نشوف مع بعض. السؤال الأول my grandma doesn't like sitting on this chair. It's ما جدتي ما بتحبش لا تحب doesn't like لا تحب sitting on this chair الجلوس على هذا المقعد. يبقى هي مش بتحب الجلوس على المقعد ده، يبقى it's ايه بقى؟ طبعا uncomfortable يعني غير مريح. شوف السؤال نمبر 2 it's not to climb the mountain. it's يعني هي بيبقى ايه؟ to climb ان انت climb يتسلق the mountains الجبال، تتسلق الجبال. طبعا ده موضوع unsafe غير آمن. رقم نمبر 3 he found howler monkeys. هو لقى المونكيز القرود العواء in the knot of on trees. لقاهم فين؟ sea ولا jungle ولا desert ولا garbage؟ طبعا لقاهم فين؟ في الجنجل في الغابة. نمبر 4 his cat died last week. القطة بتاعته ماتت الأسبوع اللي فات. he was very هو كان ايه؟ طبعا كان حزين اللي هي مين؟ unhappy. السؤال اللي بعده طبعا الكلمات اللي عندنا ومحتاجين ان احنا نكمل بيها الخانة اللي عندنا. طبعا زي ما قلنا احنا بنقرأ الكلمات كويس وبقرأ بعدها الجمل واقف عند كل نقطة واحاول اترجمها كلمة كلمة علشان اختار الكلمة المناسبة. عندي كلمة bed wall sleep big chair. اول حاجة I am فاطمة I love my bedroom. انا بحب الأوضة النوم بتاعتي. I not it with my sister. انا بعمل ايه مع sister؟ طبعا share بشاركها، اسمها طبعا my sister نهى. on the right على اليمين there is my not with a desk next to it. طبعا الكلام ده احنا قريناه في قطعة there is my bed يعني في السرير بتاعي. on the left there is my sister's bed. in the middle of the room طبعا خلي بالك طالما في كومة برضو اقف عندها عشان خاطر افهم. there is يوجد an armchair with 2 cushions and a not closet and a طبعا big closet يعني دولاب كبير. on the not on the طبعا بيكون on the wall. ليه on the wall؟ عشان خاطر بيقول هنا there are lots of posters of animals. يوجد الكثير من البوسترات الملصقات عن الحيوانات. شوف بعد كده القطعة، نقرأ القطعة جملة جملة ونحاول نفهمها علشان نقدر نحل الأسئلة بشكل سليم. أول جملة طبعا بيقول my uncle علي is a scientist and loves animals. طبعا الكلمات لما نحفظ الكلمات بشكل كويس تلاقي الجمل سهلة جدا وبسيطة في ان احنا نترجمها.
when he was younger he traveled a lot in South America for work. He loved it there because the people were very friendly and helped him with his work. Then, about 3 years ago, something frightening happened to him and he was lucky he lived to tell me about it. طبعا القطعة اللي احنا قريناها هو جايب لك اجابها هنا وبيسأل عليها. He was very interested in howler monkeys and wanted to do some research into their family groups. A local villager told him where there was a howler monkey family nearby and he was very happy. But the villager also said, tomorrow we are going to have a lot of rain so it could be unsafe. ده القطعة اللي احنا قريناها قبل كده وترجمناها. نحل على طول مع بعض. السؤال الأول طبعا سؤال choose a or an. A helped Uncle Ali find howler monkey. مين اللي ساعد عم علي ان هو يلاقي القرود؟ طبعا a local villager. السؤال الثاني the underlined word friendly. كلمة friendly اللي تحتها خط means طبعا friendly معناها kind يعني شخص كويس. السؤال اللي بعده ان احنا بنجاوب على الأسئلة. أول حاجة why did Uncle Ali love South America؟ ليه كان بيحب South America؟ تعالوا نشوف زي ما قلنا ان احنا نشوف الجملة دي فوق ونحاول نجيب الإجابة منها. South America فين South America؟ هنطلع فوق عندنا he loved it اهي he loved it. احنا قلنا it عايدة على مين؟ South America. he loved South America because the people were very friendly. لأن الناس كانوا مالهم؟ كانوا friendly because انت نقرا الكلمة دي كتير عشان خاطر دي مهمة. because the people were very friendly كانوا ودودين. طيب وطبعا ساعدوه. لو عايزين نكمل هنكمل من القطعة عادي and helped him with his work. وساعدوه فين؟ في الشغل بتاعه. السؤال الثاني summarize the second paragraph in one sentence. summarize هنا معناها ايه؟ معناها لخص. فانا عشان الخص لازم الاول اشوف انا عندي كام فقرة. اعمل الكلام ده ازاي؟ هنلاقي هنا عندنا سايب مسافة في الاول وسايب مسافة هنا كمان. فانا هنا دي معناها first يعني ايه first؟ يعني القطعة الاولانية. يعني first يعني القطعة الاولانية. نكتبها لحضراتكم هنا. هاجي اكتب كلمة first هنا واكتب هنا كلمة second. ليه انا بعمل كده؟ علشان انا عايز احدد هو عايزني احلل انهي قطعة. احلل او الخص انهي واحدة، القطعة الاولانية ولا القطعة التانية. فانا بكتب الاول دي معناها first. يعني ايه first؟ يعني الاول القطعة الاولانية، وسكند يعني القطعة التانية. هنا عايزني الخص ايه؟ summarize the second paragraph in one sentence. لخص القطعة التانية في جملة واحدة. فين القطعة التانية؟ اهي. الخص ازاي بقى؟ لو انا خلاص ده بيا الامور مش عارف اكتب ايه، في الغالب بتبقى اول جملة، لان اول جملة تقريبا بتكون هي نفس المعنى. اهو he was very interested in howler monkey. هو مين اللي كان interested in؟ طبعا علي's uncle اللي هو كان بيتكلم عليه. علي uncle علي. my uncle علي is a scientist. يبقى انا ممكن اقول هنا he عايد على مين؟ على a scientist. a scientist was very interested in howler monkeys. بس واكتبها الجملة دي وخلاص. نكتبها مع بعض. محتاجين نكتبها من الاول هنا علشان يكون في مسافة. a scientist was interested in howler monkeys. بس وعايز اعمل ابحاث عليها ممكن نكتبها and wanted to do some research. تمام. نكمل مع بعض. نشوف السؤال اللي بعده this. نكمل. طبعا احنا بنرتب الكلمات. this طبعا this دايما بعدها is لان انا بتكلم في المضارع. هذا يكون this is. هذا يكون ايه بقى؟ a very
uncomfortable armchair. This is هذا بيكون كرسي بدراعين غير مريح جدا. الجملة الثانية the boy الولد was يعني معناها كان ماله frightened خايف in the jungle كان خايف هو في الغابة. the boy was frightened كان خايف. the boy was الولد كان frightened خايف in the jungle في الغابة. طبعا هنا تصحيح الكلمة they visiting their grandparents a week ago. ادي كلمة ago يبقى انا محتاج ال ed visited. there is a table the left. طبعا the left بيجي قبلها on the left. البانكشويت سهل جدا طبعا زي ما احنا عارفين احنا بنكتب اول حرف كابيتال. ريم is very friendly. طيب هو ده سؤال بيقول لي ريم، طالما بدأ باسم يبقى ده مش سؤال فبحط في الاخر فول ستوب. طبعا ده علشان خاطر ده مش سؤال فبحط نقطة في اخر الجملة. طبعا ده كان الجزء الثاني من lesson 2 الدرس الثاني، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. انتظرونا ان شاء الله ونحاول ان احنا نذاكر الدروس اول باول علشان خاطر ما يبقاش الموضوع صعب علينا. واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.